الرحيم. احنا هنتكلم في احداث جديده حصلت النهارده، احداث متوحكه بشكل سريع. الزمالك بتحارب على جميع الاصعده وجميع الاتجاهات. الزمالك النهارده بيتعاقد من الاتحاد الافريقي بغرامه 300,000 دولار بسبب ان اللعيبه اعترضت على ضربه جزاء وخرجوا بره الملعب وهددوا بالانسحاب. الاتحاد الافريقي الظالم، الاتحاد الافريقي اللي تاريخه معروف ومشبوه من اول حكامه لاداراته واسالوا عيسى حياته. الاتحاد الافريقي فريق جزائري اتحاد العاصمه انسحب من مواجهه نهضه بركان، اداله 40,000 دولار غرامه. ليبيا انسحبت امام نيجيريا، خدت 50,000 دولار، انسحبت فعلا. انما في يد بتعبث في الاتحاد الافريقي. هل العضو المصري اللي في الاتحاد الافريقي ليه يد؟ ده اللي انا سامعه. هل موضوع كاس السوبر اللي خدناه من السعوديه واللي الناس اتضايقت هناك مسيطرين على الاتحاد الافريقي وعاقبوا نادي الزمالك؟ كل دي اسئله عايزه اجابات. وعاقبوا ناصر المنسي عشان عمل كده ب 10,000 دولار و3 مباريات، واللي عملوا كده ما خدوش اي حاجه. عايز اعرف مين اللي بيحارب الزمالك جوه وبره وعلى اداره نادي الزمالك. في رايي الشخصي اصلا بطولات الاتحاد الافريقي دي بطولات ضعيفه وغير مجديه، ما يلعبش في البطولات الافريقيه. الزمالك ليه تقله في القاره الافريقيه، خليهم يلعبوا مع بعضهم. يعني مش اول مره العقوبات الظالمه من الاتحاد الافريقي ضد نادي الزمالك. في حد بيعبث بمصالح نادي الزمالك جوه وبره، وصلت لحد الامارات اللي حاجزه 2 لعيبه ومدير كوره بدون اي مبرر. وللاسف الاعلام الخزي والعار اللي في مصر بيحرض على لعيبه الزمالك ويقول لك دول غلطانين، دول ما احترموش، مش عارف ايه، الكلام اللي يودي ما يجيب. وطبعا بعد ما البطوله خلصت كابتن احمد شوبير طلع علينا لا احنا لازم نقف مع لعيبه الزمالك ونساندهم. نعم يا اخويا، انت بتغني على مين؟ انت امقر خلق الله، امقر خلق الله، وبتحط السم في العسل. والصاحب اللي اسمه احمد جلال يقول لك ده بياكلوا كاجو، ده قاعدين مكرمين في الحجز. نعم يا اخويا، مش عايز اقول لفظ يعاقب عليه القانون. نعم يا اخويا، نعم يا اللي ما عندكش نخوه، اللي لعيبه بلدك انتمائك لناديك اكتر من انتمائك لبلدك. الالوان هي اللي بتتحكم، ومجلس اداره الزمالك لازم ياخد موقف، وموقف حازم حتى لو لغى الكوره بالزمالك. خليهم بقى يشوفوا مين بقى هيقعدوا يحفلوا عليه ومين اللي يظلموه، مين ومين ومين ومين. والمسؤولين يعني الوزير اشرف صبحي هو فين من ازمه نادي الزمالك؟ والمسؤولين محدش قادر يحل الموضوع دوت. هو الموضوع مش طبيعي، الموضوع فيه تعنت من الجانب الاماراتي للاسف، تعنت. دول ولا قتلوا قتيل ولا سرقوا ولا كلها مشاده، ولعيب اعتدى على، مره يقول لك ده مدير امن ومره يقول لك ده مش مدير امن، والكلام كله متناقض. وعلى لسان المذيع بتاعهم ما طلع قال لك لا ده مش مدير امن،
ده مش عارف واقف ايه بعد كده، لا ده مدير امن مش عارف ومسؤول على التامين وبتاع والكلام ده كله. هو انتوا لو جيتوا مصر هتتعاملوا نفس المعامله؟ انا مش عارف، هو كرامه المصري بقت رخيصه قوي كده؟ اللي بيحصل في لعيبه الزمالك ده مش طبيعي. وعلى اداره نادي الزمالك، لو انت مش قادره تحمي نادي الزمالك قدموا استقالتكم. قدموا استقالتكم ما دام انتوا مش سكتم بكتم ومش قادرين تتكلموا، مضغوط عليكم، اطلعوا قدموا استقالتكم. وكان من الاشرف ان انت ما بتلعبش الماتش ده، بس الضغوط اللي اتمارست عليكم. خلاص انت واحد مش سايب قرارك، قدم استقالتك. انما اللي بيحصل دوت مهزله، على الافراج فورا على لعيب الزمالك. لا اما اداره الزمالك تصعد الاتحاد الدولي وتصعد للمحكمه الدوليه. عيب. عيب، احنا بنستقبل اي حد هنا على دماغنا وعلى راسنا. احنا بنستقبل السوريين والعراقيين والليبيين واللبنانيين واليمنيين. انتوا بتعملوا كده مع مصر ليه؟ نفسي اعرف بتعملوا كده مع مصر ليه؟ طبعا اللي بيساعدكم ابناء مصر اللي شمتانين، اللي انتمائهم اقوى من انتمائهم لبلدهم وولاد بلدهم. ولك الله يا زمالك، للمره المليون هقولها، ولك الله يا زمالك. السلام عليكم.